شارع طلعت حرب مش مجرد شارع في وسط البلد، ده ساحة مفتوحة للذاكرة. أول ما تمشي فيها تحس إنك داخل فيلم أبيض وأسود، بس لسه الأجواء عايشة والناس ماشية بنفس الإيقاع اللي حافظ على روح القاهرة القديمة. الشارع اتأسس في بداية القرن العشرين واتسمى على اسم رائد الاقتصاد المصري طلعت حرب باشا، الراجل اللي حط حجر الأساس لأول بنك وطني. علشان كده المكان ليه قيمة مش بس معمارية لكن اقتصادية وتاريخية كمان. وأول ما ترفع عينك للعمارات هتلاقي الفن الفرنسي والأوروبي حاضر بكل تفاصيله، الشبابيك الطويلة، البلكونات الحديد، والواجهات اللي مرسومة بريشة معماريين أجانب اشتغلوا على حلم مدينة حديثة. والمشي في الشارع رحلة بحد ذاتها، من مكتبة مدبولي اللي شهدت على جيل كامل من المثقفين، كافيهات قديمة لسه بتحافظ على طبعها، لمحلات بتجمع بين أصالة زمن وبساطة النهاردة. شارع دايما مليان ناس، طلبة، فنانين، سياح، محبين للتصوير، كل واحد جاي يدور على لحظة يثبتها في ذاكرته. شارع طلعت حرب مش مكان، ده إحساس، وكل خطوة فيه بتحكي حكاية من القاهرة اللي مهما بتتغير تفضل جميلة وحضنة وبتعرف دايما ترجعك لروحها الأول.